وطن النهار. وطن النهار. Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free. كلمات تخلدت، أغنية صارت أسطورة، صار تاريخ، صارت مرجع للوطنية في الكويت. أبو خالد صوته شجي الله يرحمه وصل إحساس الكويتيين حق كل العالم العربي والخليجي اللي يحسون كلماته وتظل الكويت وطن النهار. 2/8 هو رمز للوطنية، ثبات وعقيدة في حب الكويت. هو يوم كان برهانا لأمر لا يحتاج لإثبات، لكن على أي حال الواقعة ذاتها قوبلت بتجسيد مفاهيم حب الوطن والتضحية والبذل بكل ما أمكن نصرة للسيادة والحق. فرغم مرارة الاحتلال وتبدل الأحوال وظلام الحرب والغدر، إلا أن النور لم يغب عن هذه الأرض منذ ساعات الغزو الأولى، نور أضاءه شعب متماسك صامد ضد الباطل. فكان للنهار وطن اسمه الكويت. 2 أغسطس من العام 1990 خميس اعتقد من كان على أرض الكويت أنه ذو تفاصيل معتادة، لكنه يوم غاب عنه الأمان. فمع ساعات الفجر الأولى كانت الأنباء تصل تدريجيا لتوجد دهشة وشعورا غريبا سرعان ما تجاوزه أبناء الكويت واصطفوا خلف شعور واحد هو الوحدة والصمود. أول يوم الغزو كنت أنا في رحلة عمرة مع الربع، وخلصنا العمرة واتجهنا إلى نقضي الرحلة في أبها. وإحنا بطريقنا حق أبها وقفنا فان كويتي وقال الكويت راحت ومشى. يعني أنت بغربة مرة واحدة يقولوا لك الكويت راحت وغزونا العراقيين، ولا أعطانا أي تفاصيل دقيقة وما ندري أي معلومة حقيقية. قلنا لازم نرجع الحين الديرة. وإحنا قاعد بالطريق قاعد نشوف يعني العوائل قاعد تطلع، أهالي، بنات، حريم. جو كان رهيب وإحنا ما ندري شنو قاعد يصير داخل الكويت. لما وصلنا الحدود السعودية صلينا صلاة الجمعة واستخرنا الله ودشينا. كنا بحالة يرثى لها، ما تدري شنو صاير بأهلك. أنت رايح طريق وقاعد نسمع الأخبار بطريقنا إنه والله راحت الكويت، قاعد يدشون البيوت، قاعد يقتالون، قاعد يذبحون. أول يوم غزو كنت بالبيت على إنه يكون لي عندي موعد مع الخطوط الكويتية، مقدم على مدير محطة، وكان موعدي الساعة 9. تفاجأت بأخوي الساعة 5 يطق علي الباب، كان يقول لي قوم قوم، دشوا علينا العراقيين وأنا الحين رايح المعسكر، وقوم لم أهلي وأهلك وودهم بيت أخوي. أنا صعدت السطح بعد ما خبرني أخوي، أشوف الدائر الرابع مليان آليات وعساكر ودبابات ومدافع وحاملات جنود، شيء رهيب. قلنا هذا كله يحصل بظرف ساعات. نشوف العساكر العراقية قاعد تتقدم لوسط الكويت، نشوف العساكر الكويتية راكبة سياراتها المدنية ورايحة معسكراتها، تشوف الشعب الكويتي قاعد يمر على نقاط تفتيش، متخيلين ان اللي قاعد يفتشونهم كويتيين يكتشف انه عراقي. قدرنا والله الحمد نقدر دخلنا الحدود الكويتية. جمارك ولا ما في ولا حد إلا مجرد موظفين الهنود اللي يشيلون اللجنات مال لجنات التفتيش ما التفتيش، ماكو الا ذلك. قاعد يقولون لنا طوفوا. اول ما طفنا ولا دبابة عراقية بوجهنا. تدري 2/8 كان الجو حر، كان لاهوب. فالريال كان من حرارته انه يعني طالع برا الدبابة ما له خلقنا يعني، بس طوفوا. بس وقفنا قال أبي منكم زقاير. شافنا كل لحاية من عمره أي زقاير.
فطلبنا أن على الأقل ماي، أعطينا ماي وطوفنا. مع نهار اليوم الأول من الغزو العراقي الغاشم، وفي هذا الموقع على تقاطع جسور طريق الجهراء والسالمي والدائر السادس، كانت الواقعة التي سجل أبطالها سيرتهم في التاريخ، عندما أقدم اللواء 35 على قطع الطريق على الجنود الغزاة ومواجهتهم بالنيران والأرواح. فكبد أبناء الكويت الجيش العراقي الذي أتى إلى هذا الموقع بأرفع الفرق القتالية مستوى، خسائر كبيرة في الجنود والعتاد، وارتقى من الجانب الكويتي 10 شهداء أرخصوا الدنيا واشتروا الآخرة وكرامة وطنهم. أول ما دشينا ولا طبعا السالمي، طريق السالمي سالك، بس قاعد نشوف الأهالي زيادة قاعد يطلعون، ولا مرينا على مكان حرب الجسور، ولا تشوف الدبابات وتشوف المجازر، تشوف مرينا على شركة سيارات اللي بالطريق بالسالمي، يعني ببداية اليوم قاعد يسرقون السيارات من اليوم الثاني، يعني قاعد تسرق شركة السيارات. فمرينا مثل ما قلنا على حرب الجسور، شفنا المجازر اللي قاعد تصير وإنجازات أبطالنا أمانة. السلاح الجوي الكويتي يعني هذه نفتخر فيها أمانة، هذه المعركة اللي وقفت زحف الجيش العراقي عن طريقه، وراح من كثير من العتاد والجنود بشهادة عيان. أنا شفت الوضع شلون صاير يعني. فدخلنا وصلنا منطقتنا، طبعا منطقة أول شيء الجهرة، الحمد لله أول واحد نطير يطمن على أهله موجودين. دخلنا الصليبيخات، نزل أحمد هايف العازمي لقى أهله موجودين، عبد الله سعد. فبيت لما وصلنا بيتنا هو بالاندلس، والحمد لله دخلت البيت فطمن طبعا على الوالده والوالد واخواني، ولكن اخوي ابو طلال كان ملتحق بالجيش اللواء 25، فدخل معركه وما ندري عن اخباره بشيء يعني. فهذا هو اليوم الاول. الكويت كما تعرف بلدا للتسامح والامن والامان، كان هول الصدمة في الساعات الأولى من الغزو العراقي الغاشم جليا واضحا على أبنائها، فعوامل الجيرة والعروبة والنصرة المستمرة كانت تبدد أي تنبؤات بشأن الإقدام بمثل هذه الخطوة، إلا أنها حصلت على أرض الواقع. وسرعان ما تجاوز أبناء الكويت هذا الأمر وتعاملوا وفق ما هو حاصل، لا وفق الظنون والاعتقادات. وهنا كانت اللحمة الشعبية والتماسك خلف القيادة السياسية أبرز رد فعل مجتمعي. يوم الاحتلال ويوم الصدمة، ما توقعنا هذا الشيء من جار، خاصة الكويت بلد آمن يحب السلام للكل، يساعد الكل، يتمنى الخير للكل. كانت دولة الكويت الإيد اليمنى للمقاومة في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. الناس تطلب حريتها وأرضها، وهذا آخر شيء نتوقعه من جار عملنا له كل شيء. الوهلة الأولى بعد ما شفت الوضع، شفنا طبعا أكيد شبابنا، كان عمري 25 سنة، حماسة الدفاع عن الكويت وحماسة الدفاع عن الكويت، فمو قادر أوصل حق يعني آلية ولا سلاح ولا، لأن كانت مقاومة أول شيء كانت بالجيوان، فبعد طلعوا من الجيوان سقطت الجيوان اتجهوا إلى كيفان. فكيفان هناك كان في توزيع الأسلحة من خلال قوات حماية الشخصيات، كان في مخفر كيفان وهناك الأسلحة، فاتجهت هناك علشان نحصل على سلاح، ولكن كانت الوضع مزري. ووقتها سقطت كيفان. بعد سقوط كيفان يعني حاولنا نوصل إلى نسوي شيء حق الكويت. فبداياتنا طبعا أكيد بعد ما وصل أخوي من السعودية التحقنا في المقاومة الكويتية الأندلس. لم تكن المقاومة الكويتية مقتصرة على التحركات العسكرية فحسب، وهذا هو أحد أهم عوامل الصمود الكويتي. فبدءا بالكلمة استطاع الكويتيون في الداخل والخارج تسليط الضوء على قضيتهم العادلة من خلال المظاهرات،
أما العصيان المدني الذي جاء تلقائيا من شعب رفض القيد فكانت له نتيجة في توحيد الصف الكويتي وتعزيز ثباته. ومما كان له أثر مهم في صمود الكيان المجتمعي هو العمل بمختلف المهام، فوزعت الأدوار للعمل في التموين والجمعيات التعاونية وإمداد الأهالي بالمواد الغذائية وتمويلهم بالنقود، علاوة على بقية المهام الحرفية، وصولا إلى المواجهة بالسلاح والتضحية بالأرواح. التكافل الاجتماعي وايد مهم أمانة، هو اللي أحيا استمرت الكويت 7 أشهر عايشة. زين لو كل واحد قاعد ببيته من الخوف من الرعب كان يعني صارت مأساة يعني. بس بالعكس صمد الشعب الكويتي. طبعا بدينا نفكر شلون نقدر نخدم البلد وبأي مجال، خاصة أني أنا ما عندي خبرات سابقة في العمل، فقلت أشوف منو يحتاجني، فأقعد أسأل إخواني يبا أقدر أنا أساعدكم في المقاومة، أقدر أساعدكم في أمور. قالوا لا، إحنا عساكر وأنت مو اختصاصك الأمور العسكرية، فخلك أنت بالحياة المدنية. فقلت أنا ما كله نساعد العالم من خلال المواد الغذائية اللي هي الجمعية والتمويل، لأن احتياج العالم الحين إنه يكفون قوت يومهم. طبعا اجتمعت أنا و4 أعضاء، كونا أعضاء للجمعية ورحنا اتحاد الجمعيات وسجلنا وطلعنا عضوية حق الجمعية، وكل واحد صار صاحب اختصاص. فأنا مسكت السوق المركزي لجمعية الأندلس والتمويل، بحيث أن نستقبله ونوزعه على سكان المنطقة. هذا أول عمل قمنا فيه، فوزعنا المواد الغذائية التموينية من رز وطحين وسكر ودهن وحليب وكذا. فسبحان الله يعني بعد فترة فضت المخازن مات التجار، فردينا نشتغل على الجمعية. الجمعية هم تقريبا فضت، فما بقى إلا ما عندنا مخزن واحد، هو مخزن الشوكولات يسمونه. قلت لهم بطلوا راح نوزع على الأهالي، في عندهم أطفال خلي يستانسون، ليش يجون العراقيين يفتحونه وياخذونه. فهم ترسنا السيارات الهافلوريات بالكاكاوات وقمنا نفتر، يبغى البيت ايش تبي تعال خذ. كذلك توصل لنا من مزارع الكويت الفواكه والخضار وهذا زين، هم بعد بالوانيت نمر على الاماكن، لان ندري هذا البيت مسكون، هذا البيت مو موجود. شباب شغلوا الجمعيات التعاونيه بالبدايه، طبعا كل شيء كان مغلق من الخوف من الرعب من الاستخبارات، رهب الاستخبارات، ولكن قدر الشعب الكويتي انه يفتح الجمعيات، يفتح المخابز، عاده من نفسهم الكويتيين 100%، لان في قرار انه يخلون الكويت من الموافدين، فظلت الكويت يعني كلها اكثرهم كويتيين 100%، ما طلعوا، فطلعوا الهنود والمصريين، كل الجناسي طلعت من بضغط منهم طبعا. فظل الكويتي شلون يتاقلم مع حياه صعبه يقدر يتعايش معها. فاشتغلنا في ذكر الزباله، لان وصلت القمامه الى تدري تسبب تلوث، تسبب امراض. فجزاهم الله خير الشباب ان اشتغلنا في مجال سياره القمامه، ان نشيل الحاويات وننقلها في نجمعها، كل منطقه تلقى في مكان لتجميع القمامه وبعدين نحرق القمامه. المنطقه بدات تكثر فيها مخلفات البيوت، فقلنا لازم احنا نتخذ قرار، لان ما في احد يخدم هذا الجانب. فقمنا رحنا منطقة صبحان، خذينا حاوية سيارة نقل القمامة وجبناها واشتغلنا عليها وكنا نبدي الشغل تقريبا الساعة 9 بالليل وننتهي الساعة 1، ونرمي القمامة بالمنطقة القريبة من الرقعي، منطقة الرقعي. فهذا عمل يومي تقريبا. اشتغلنا بالتمويل، ننقل من تجار الكويت، ننقل ونوزع على البيوت، فنروح بيت بيت نعرف وين منو المحتاج، منو طبعا نسوي سيرج كامل من البيت اللي فاضي، من البيت اللي موجود فيه، من الاهالي موجوده فيه، كل واحد حسب منطقته وجيرانه وربعه وناسه.
وامانه دعم من الحكومه بعد ما توقف التعامل مع الدينار الكويتي، الحكومه ضخت الدينار العراقي، ظل بس تعامل مع الدينار العراقي، فقدرنا الحمد لله ان ناخذ نوزع الدينار العراقي على الاهالي. وفي بيوت يعني في مخاوف انك توصل لها، يعني ما تدري شنو فيها العراقيين، وخاصه لابد ان احنا كشغلنا لازم يكون سكرت، يعني يكون مخفيه ما حد يعرفنا يعني زين. وكان كنا نطق البيبان ونحط المبلغ ونمشي زين، وندري في اهالي موجوده في شو اسمه، فننطر برا، ننطر لما ينفتح الباب ونشوف انه والله الاهالي دش وشافوا المبلغ استلموه ارتاحوا وهلم مجر، كل ما يجي لنا مبالغ نوزعها على نفس الطريقه. تخيل انت يعني بيوم واحد تشيل تقريبا فوق ال 150 200 خيشه عيش او خيشه سكر او خيشه طحين، وتقوم تشيلها توصلها الهاف لوري وتنزلها انت بنفسك، وتالي تروح توديها بيت عشان تعين اهل البيت هذا، وتشيلها من الهاف لوري توصلها للمطبخ، المطبخ قريب بعيد ما تدري. فانا اذكر ان وزني كان قبل الغزو كان 65 كيلو، وبعد التحرير صار وزني فوق ال 85، يعني من كثر ما بنت عضلات بالجسم من كثر الشيل والحط. اما بخصوص الزباله فكان عالم. انا الحين صراحه اشفق على اللي يشتغلون هذه الشغله، بس الحمد لله يعني كانت متعه لنا لما نشوف الشوارع نظيفه، ما في آفات، ما في عزكم الله فيران أو كذا أو قوارض أو أي شيء، فهذا يسعدنا. الكويتي قام بجميع الأدوار، كان هو ميكانيكي، هو خباز، هو عامل بناء، هو عامل تسليك صحي، يعمل هو كهربائي، فكل واحد مسك له من الكويتيين اختصاص معين لخدمة مجتمعه. طبعا إذا تكلمنا عن مشاعري في ذيك الفترة وهالفترة، إنك شلون وقفت صمت وقاومت وتعاونت مع التكافل الاجتماعي، وتعاونت مع في أصغر الشغلات. أنا دائما أقول إني أفتخر إني كنت يعني عندي مناصب كثيرة، بس أفتخر إني كنت أسوق سيارة زبالة. فهذه الأعمال هذه لنا الفخر. تخيل لحد الآن ظهرك يعورك من شيلة الخيشة، لحد الآن أفزع فزعة مال وأنا نايم أفزع مال المقاومة. فأكثر من 30 سنة لحد الآن مشاعرك موجودة ومخاوفك موجودة، بس في فخر. أذان يوم الاثنين يعني الجو كان رهيب غريب عجيب. تخيل فجأة وانت قاعد مرة واحدة كل المنطقة الله أكبر الله أكبر. اتفق كل الشعب الكويتي على نفس الوقت نفس اللحظة، كل واحد يصعد فوق السطح ويأذن. فتعايشنا مع هذا الموقف، تشوف اليهال وتشوف الحريم، الرعب اللي حاش الجندي العراقي. تخيل أنت قاعد مرة واحدة فجأة تسمع أذان حريم ويهال وقاعد جسمه وطلقات نارية. يبوني ما تسمع الأذان، طلقات نارية رهيبة عجيبة، وتشوف طبعا إذا الطلقات النارية معها طلقة ضوئية، فتشوف السماء كلها نار، طلقات رصاص، وقاعد تسمع الأذان. فالجو رهيب عجيب لدرجة أنه طبعا الله يرحمها مرينا احنا نتمشى قاعد نشوف الوضع شلون. احنا ما صعدنا فوق نأذن، ولكن قاعد نشوف نمشي بالفريد، نفتخر بأهلنا بناسنا شلون قاعد يردون. ولا مرينا على الله يرحمها أم الفنان أنور عبد الله، كبيرة بالعمر مسنة، فوق السطح قاعد تكبر، وكانت جارتنا. فهذا الموقف أمانة لحد الآن راسخ في ذهني،
شلون ردت الشعب على الطلقات. تخيل هني في طلقات نارية قوية، وهني في أذان وصوت الأذان والرعب اللي حايشهم. كنا نحتاج إلى مؤذن حق صلاة الفجر، فصلاة الفجر كانت يعني من الصعب أنك تخرج، على قولتهم الدنيا كلها سكون وهدوء. صراحة كان أمر يخوف. فكنت أنا أقول يبغى لا إلا الأذان، لازم أحد يأذن. فكنت أقوم أروح صلاة الفجر أأذن وأقعد بالمسجد لما نصلي الفجر، وتالي أرد البيت. كانت للعصيان المدني مظاهر متعددة، فمع رفض الكويتيين الخضوع بكافة أشكاله حفظت الهوية الكويتية ومنع الغزاة من طمسها، إضافة إلى المواصلة بكتابة المنشورات ورفع الهمم المستمر، ما قاد إلى جهود مضاعفة سعت في مجملها إلى حماية الوطن وأبنائه. بالعصيان المدني الكويتيين سووا المظاهرات وسووا المنشورات، وكذلك سووا يعني زوروا، وانا كنت من ازور الاجازات والاستمارات القياده حق العسكريين، لان اكثر الكويتيين اكثرهم عسكريين، وهم مطالبين من الجيش العراقي، فزورنا لهم الاجازات. قدرنا نحصل على ختام وزاره الداخليه المرور ونسوي لهم اجازات باسامي وهميه. هذا من ضمن قدرت الله الحمد اقدر اشتغل فيه. كذلك تحويل ارقام السيارات، كذلك عندنا طمس العنوان ومسح العناوين، لان نقطه وايد مهمه ان الكويت ما شاء الله يعني متطوره حضاريا، ان العناوين كانت دقيقه، وتقسيمه الكويت تقسيم دقيق وجميل، يعني ترتيب مرتب. فاول ما تدش تشوف المنطقه، عنوان المنطقه، بعدين تشوف القطعة، بعدين تدش بالقطعة تشوف الشارع، بعدين تدش الشارع تشوف الجادة، بعدين تدش الجادة تشوف رقم البيت. فسهل الوصول إلى المطلوب بالنجاح. فقدرنا الحمد لله أن نشلع العناوين اللي نقدر نشلعها، اللي نقدر نصبغها، لأن كثير من العسكريين صادوا صيد اليد بسبب العناوين الدقيقة كانت. فالحمد لله قدرنا أن نمسح العناوين علشان نضيع الجيش العراقي من انه يوصل حق المطلوب. فهذه كانت متعبه امانه وفيها جهد كبير. يشكرون يعني شباب الكويت على هذا المجهود، وخدم المقاومه وخدم العسكريين المطلوبين في من قبل الجيش الاحتلال. طبعا بعد التحاقي بالمقاومه الكويتيه، وهو يعتبر كاول عمل لي، طبعا المقاومة الكويتية استعانت فيه كفنان تشكيلي. هم بحاجة إلى تزوير السيارات، تحويلها من سيارة مدنية إلى سيارة عسكرية بالجيش العراقي. فزورت أرقام السيارات، حولتها إلى أرقام الجيش العراقي، وصبغنا السيارة وسوينا عليها الهلال كأسعاف. طبعا بالبداية كانت كذا سيارة احنا زورنا، ولكن آخر واحدة أن سوينا إسعاف حولنا إسعاف مدني من إسعاف من حملة كويتية، حملة حج كويتية، إلى سيارة عسكرية لإسعاف في الجيش العراقي. وقدرنا الحمد لله يعني من خبرتي في تزوير التفاصيل الدقيقة اللي سوينا فيها العملية، تعتبر أكبر عملية نجحت للمقاومة الكويتية في الدقة بالتفاصيل. قدرنا الحمد لله نخترق الجيش العراقي من وضع السيارة هذه، وعمل تفجير يعني كبير قدرنا الحمد لله أن ننجزه في هذه الفترة. عين التحالف كانت المقاومة الكويتية، إضافة إلى دورها خلال فترة الغزو بأكملها، ذات مساهمة فاعلة في إمداد التحالف الدولي بأماكن تمركز القوات العراقية، ما لعب دورا مهما ومساعدا في عملية القصف التي انطلقت لتحرير الكويت. أول أسبوعين كان أخوي عسكري، وطبعا هو طلع من الجي 1 واشتغل بالمقاومة، فكان يبي بعض المواقع اللي فيها جنود وآليات عراقية. كنت أنا تقريبا شبه يومي أروح أمسح له الشوارع من الأندلس للجهرة تقريبا، وأشوف له شنو الآليات وين تواجدها. فأعمل مسح يومي عشان هم يقدرون يروحون يا اما يفجرون يا اما
يتسللون الى الاماكن اللي بيروحون لها بدون ما تصيبهم اي اخطار. الأهم شيء عندي أنا تخطيط الكويت كلها. خذينا مخططات الكويت كلها ومواقع العسكرية كلها، كانوا بالمدارس ووين موقع هني ووين السلاح هني والدبابة هني واللي شو اسمه الصاروخ 50 هني وكيت تفاصيل دقيقة. هذه سوينا يعني إحصائية كاملة على مكان، فرينا مكان. تاخذ خرائط دلال العقار زين، لأن موزعة كل منطقة فيها خرائط للدلالين اللي يبيعون العقار، ووضعنا تفاصيل الدقيقة وودينا الاستخبارات الأمريكية، وقاعد نشوف نتاجنا إنه قاعد تقصف هذه الأماكن حسب اللي أنت مخططه زين. يعني مرة واحدة تشوف إنه والله في انقصف هني فتحس بفخر يعني إنك حتى شاركت في الحرب. أنت كنا إحنا يعني الطابور أو العين الجيش جيش التحالف إنه في المنطقة زين. فهذا أكيد نفتخر، وافتخر أنا وأهلي وإخواني اللي وياي وزملائي اللي بالمنطقة وبالفريق العمل. وفي 17 من يناير من عام 1991 انطلقت الغارة الجوية الأولى لقوات التحالف الدولي لتبدأ معها عملية عاصفة الصحراء لتحرير دولة الكويت، وعلى إثرها دحر الغزاة منهزمين تاركين أرض الكويت كما كانت ودامت حرة أبية دار أمن وأمان ينعم شعبها بها، فرحين بالتحرير وفخورين بصمودهم وانتصارهم. طبعا كانت الخطة أن يكون حرب شوارع، وإحنا يعني تدربنا على أن نستقبل الجيش المارينز الأمريكي بالإنزال. إذا نزلوا مواقعهم، عندنا مواقعهم وفي علامة بيننا وبينهم أن الشريطة البرتقالية على أن نستقبلهم في مواقع الإنزال. بس فجأة ولله الحمد صار تحرك غريب عجيب. فحكم منطقتنا على بالأندلس على الخط دائر الرابع اتجاه العراق كان 25 فبراير بالليل، دخول 26 صعدنا فوق السطح، بيتنا طبعا يكشف الدائر الرابع، ولا نشوف سحابات رهيبة، تحرك رهيب. فاحنا كل الفترة كنا قاعد نراقب، في عندنا مراقبة بس لما شفنا الجيوش قاعد تطلع، يعني مو بالشارع، قاعد يطلعون برا الشارع والتراب الرمل زين، صار قاعد يصير دخان زين من الغبار. فالخوف والرعب اللي قاعد نشوفه، قاعد الجيوش الجرار اللي قاعد يدعمون بعض، حسينا هني يعني بالنصر. هني يعني حسينا بالفرحة، حسينا يعني تعبنا، لازم الحين يعني نرتاح بعد السبع أشهر اللي قاومة وتكافؤ وشغل 24 ساعة. فطمنا راحة غريبة عجيبة، ان انت تخيل انت يعني مستعد حق حرب شوارع، خلاص يعني الحين حرب شوارع بيصير قتل، بيصير ما تدري شو يصير الوضع. كان حاطين الشعب الكويتي دروع بشرية زين الموجودين. فتحول هذا الى فرحة، تحول الى افتح صوب الثاني من الدريشة ولا تشوف اهالي هم محتفلين قبلنا، تشوف الاهالي يطلعون كذي اعلام زين. خفنا طبعا احنا كجروب المقاومه، خفنا يكون مثل بيت القرين، هم بعد صار متخوفين لحد الان، هل انسحاب مو انسحاب، نطلع ما نطلع زين. لما شفنا اليهال تطلع فطلعنا على طول الخطه الثانيه بان نمسك المنطقه، نحاوطها نسيطر عليها ونمسك المداخل والمخارج والتفتيش. ظلينا تقريبا يعني 4 أيام مسكنا الكويت، لما دش الجيش النظامي فسلمنا زمام الأمور. ففرحة غريبة عجيبة ولله الحمد. لحد الآن يعني قلبي ما حاش له سعادة مثل هالسعادة زين، لأن بعد الظلم والقهر مرة واحدة انفتاح يعني مو محسوب، انفتاح رهيب عجيب، سلام ولله الحمد. يوم التحرير يعتبر يوم كان حلم
ما كنا حقيقة، كأنك أنت عايش بخيال وفجأة صحيت من هذا الخيال. احنا ما توقعنا الكويت أحد يقدر يحط ريلة عليها. سبحان الله يوم التحرير كان تقشعر منا الأبدان، أصدق ما أصدق، ردة صج. أنا وقتها كنت في الإمارات توني خالص دورة دفاع مدني، يوم سمعت الخبر سبحان الله ما تماسكت نفسي، طقيت السيارة ورديت الكويت. وأنا أشوف كلمة الكويت على الخطوط السعودية أطالع تنهمر الدمعة بدون إحساس. صدق أنا راجع الكويت، صدق راح أدش حدود الكويت. شيء لا يصدق، شيء فوق الوصف. شيء أول ما دخلت الكويت سبحان الله شعور يعني لا يوصف. ما نبيها ما نبيها لا كهرباء لا ماء، بس نقدر ندش هذه الأرض ونحط راسنا وننام فيها، تسوى الدنيا وما فيها. صراحة هذا اليوم أفضل يوم مر علي بحياتي. هذه الشهور الخالدة من تاريخ الكويت التي ارتقت فيها الأرواح وصمدت فيها كل رصاصة مقاومة وعلى فيها كل صوت صادح بالحق، كانت كل مساهمة فيها ذات أثر ونفع، وكل جهد بذل في سبيل نصرة الحق هو جهد عظيم. فقدم أبناء الكويت درسا للعالم أجمع أن اللحمة الوطنية والتماسك في سبيل الحق هو السلاح الأقوى ضد أي طغيان، وهو القوة لكسر أي قيد. فكان الكويتيون هم النور وسط ظلام الغدر، وكانت الكويت وما زالت وطن النهار. أفتخر فيه أن يوم من الأيام ديرتي طلبتني واحتاجتني وكنت لها بأعمالي والله الحمد. يعني هذا جزء بسيط من اللي عطت لنا إياه الكويت، أن قدرنا نوقف وقفة رجال، وقفة محبين لهذا الوطن. اللي عملناه هذا كله يعتبر نقطة لرد الجميل لهذا البلد صراحة. مهما تقدم حق هذا البلد يبقى نقطة بحر. ليش؟ لأن هذه البلد عطتك الكرامة، عطتك الحرية انك تتكلم، عطتك كبرتك من يوم انت بالمهاد لمن صرت رجل وصاحب عائلة وصاحب شأن، وهم جمايلها تغطينا. أمانة كانت فريقنا لحمة وطنية غريبة عجيبة. ودنا نتمنى من الجيل القادم أنه يستفيد من هذه التجربة. لحمتنا الوطنية أمانة كانت تكاتف بين يعني كفريقنا احنا زي التعاون بين شيعي وسني وبدوي وحضري. صحيح الغيوم غطت الكويت والدخان غطى الكويت،